السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه كويزين بنت عيشه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. الفيديو ديال اليوم البنات غادي يكون جد مفيد لانه غنعطيكم فيه طريقه التحضير والتغليف ديال الشوكولاته الفاخره اللي هي شوكولاته دبي بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه تزينوا بها المناسبات ديالكم والافراح ديالكم. الله يجعل يا ربي دائما تكون حياتكم كلها افراح ومسرات. هذا الفيديو غادي يكون مفيد بزاف فإلا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع اللي عزيز عليكم، وايضا ديروا لي لايك واشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، وتخليوا لي تعليق ان شاء الله ونكون فرحانه نجاوب عليكم. واي استفسار ولا اي نصيحه ولا ملاحظه او لا سؤال يمكن لكم تخليوه لي في لي كومونتير. فغنبداو على بركه الله البنات. فالطريقه ديال التحضير راه ما فيهاش يعني مكونات ليا كثيره، راه باينين المكونات ديال شوكولاته دبي. اهم حاجه تكون فيها الكنافه والشوكولاته والبراليني ديال البيستاج او الكريمه ديال الفستق. فهنايا البنات انا خلطت الانواع ديال الشوكولاته، درت نوع كالا ودرت شوكولاته يعني اللي كتكون نوعيه ممتازه. علاش خلطتها البنات؟ لانه كالا تبارك الله فيها واحد الميزه مزيانه، واخا المذاق ديالها ما كيكونش زوين بزاف ولكن فيها واحد الميزه انها كتجمد بسرعه، يعني كتجمد معكم بسرعه، كتعاون في الخدمه. داكشي علاش خلطت. فاول حاجه درت كانت عندي كميه ديال الشوكولاته، تقريبا انا استعملت هنا شي 700 غرام ديال الشوكولاته. انا هنا درت كميه اللي ديال الشوكولاته كانت يعني معقوله لانه كانت عندي مناسبه ديال الاسبوع ديال بنتي، فداكشي علاش درت كميه كبيره. فانتوما غادي اول مره الانسان غادي يجرب فيدير كميه اللي هي قليله. فقسمت الشوكولاته ديالي، دوبت النص، عاد النص اللي بقى وخلطت كما شفتوا في الفيديو باش هكا تحصلوا على لمعه تكون عفوا زوينه في الشوكولا ديالنا. فداكشي علاش قسمت الشوكولا من بعد خلطتها. راه البنات انا غير هاد الطريقه اللي درت، وكاين اللي كيقسم على دفعات وكتخدمي الشوكولا باش كتعطيك ديك الرقي وتجيك يعني فاخره اكثر وتجيك يعني ممتازه ومخدومه مزيان. ولكن بهذه الطريقه صراحه سهله وكتختصري عليك شويه ديال الجهد وراه كتجي مزيانه. بالنسبه للتغليف انا خديت هذا المول ديال السيليكون، صراحه عجبني بزاف هذا المول هذا، فيه ديك النقشه من الفوق بحال ديال الزليجه. فهذا المول هذا كيفاش غنديروا؟ اول حاجه غادي نديرو شويه بالمعلقه ديال الشوكولا في كل حبه، من بعد كنجيبوا واحد البانسو كندوزو مزيان على الاطراف. فهذا الطبقه الاولى، لانه غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الشوكولا غنغلف جوج المرات باش كنتاكد ان الشوكولا ما غترتقليش من حيدها من المول وتخرج لي الحشوه. فانا درت حتى واحد المول طويل يعني، بصح هذاك ما صورتش معكم كاع المراحل ديالو لان غير يعني انا ركزت اكثر على اللي كتقدم في المناسبات. صافي البنات هنايا عندي الكنافه اللي حمرتها في المقله مزيان، من بعد كنزيد عليها ديك الكريمه ديال البيستاج وانا كنخلط وكنجمع. بالنسبه للكميه ديروا اللي بغيتو، الا بغيتو الكنافه كتر فتخليوها كتر يعني شاده في راسها، ما تكتروش بزاف، كديروا بشويه بشويه، نتوما كتحكموا في الخليط ديالكم. كما بالنسبه لي انا فغلبت يعني الكميه ديال الكريمه اكثر من الكميه ديال الكنافه باش هكا تجيني رطبه وتجي يعني ما تجيش هكا تكون غير ديك القرمشه خفيفه ديال الكنافه في الوسط. صافي البنات هنايا كما شفتوا كنخلط وكندير وكنخلط حتى غادي نجمع الخليط ديالي. فكما كتشوفوا هنا راه انا ما ضفت حتى شي حاجه من غير الكنافه والكريمه، ما درت حتى شي حاجه، ما زدت شي حاجه فيها السكر، وهكاك راه كتجي هي ديك في الحلاوه. ما كتجيش حلوه بزاف لانه عندنا الشوكولاته حلوه، والشوكولاته انا استعملت كالا واستعملت شوكولاته بالحليب والشوكولاته السوداء، يعني خلطت انواع ديال الشوكولا صراحه خلطتهم. وهذا الشيء البنات اللي كاين. من بعد كنخلط هكا مزيان كلشي كما شاهدتوا. انا درتها شويه خفيفه جاريه شويه. صافي هنا من بعد الطبقه الاولى راه كنت درتها في الثلاجه حتى شدت راسها، من بعد هنا كندير الطبقه الثانيه. فبالنسبه للطبقه الثانيه بنفس الشكل كنجيبوا البانسو كنبقاو كندوزو مزيان. البنات ضروري من هاد المراحل هادو، هي هاد الشوكولاته اللي كديريها كفرديه راه كتشد الوقت كتشد اليد، ولكن راه كتجي النتيجه ديالها زوينه بعد ما كتغلف على حسب المناسبه اللي كانت عندكم. كتستمتعوا نتوما كتحضروها يعني، واخا كتشد اليد ولكن النتيجه ديالها كتخليك انك تفرحي بالنتيجه ديالها، كيعجبك الحال. فواخا كتدي شويه ديال اليد شويه ديال الخدمه ولكن ماشي مشكل صراحه. كتحضريها انت بيدك وعارفه شنو كاين فيها. وهكا حتى البنات اللي كيبغيو يخدموها كوموند
راه كيمشيو على نفس الطريقه. صافي البنات انا غلفت كما شاهدتوا المول ديالي كامل بنفس الطريقه اللي درنا في الاول. كنجيبوا البانسو كنبقاو بشويه بشويه. فهنا غادي نعمر. بالنسبه للتعميره انا عمرت مزيان الصراحه، يعني عمرت الحشوه يعني باش ما تجيش غير ديك الشوكولا في الوسط تبان لينا بانها كاينه الحشوه ديال الشوكولاته. يمكن لكم البنات اذا ما كانتش متوفره عندكم الكنافه او لما متوفرش عندكم الكريمه ديال البيستاج، يعني ديروا اي حاجه بغيتو. ديروا براليني البراليني ديال اللوز وديروا معاه المكسرات اللي بغيتو، اللوز او لا كديروا المهم اللي كان عندكم. فماشي ضروري يكونوا هاد جوج مكونات، لانه يعني الكنافه وخصوصا اللي عايشين في اوروبا كيتلقاو صعوبه، وخصوصا في الشهر اللي كيكون ديال رمضان ما كتلقايهاش تقريبا كاع، يعني ما كتكونش متوفره بكثره يعني بحال في الدول العربيه. داكشي علاش هنا يعني ما كتكونش بزاف، يعني كما قلت لكم خاصه ملي كيكونوا هكا يعني رمضان اولا شي مناسبه ولا الاعياد ما كتلقايهاش، فداكشي ما كتكونش موجوده على دور العام، يعني كتكون متوفره غير في بعض الاوقات. وهي الا خليتيها في المجمد الكنافه راه ما كيتصرى لها حتى شي حاجه. وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم مناسبات راه يمكن لكم تحضروا هاد الشوكولاته وتحتفظوا بها في المجمد كما درت انا. فراني حتى غلفتها وكلشي ودرتها في بواطه احتفظت بها في المجمد باش هكا يكون عندي الوقت ندير تحضيرات اخرين، لانه كما كتعرفوا كيكونوا التحضيرات بزاف فضروري تنقصي عليك. صافي هنا كما شاهدتوا راني غلفتها داتني الهضره البنات. فراه الطريقه كاينه في الفيديو يعني كامله بالتفصيل. فمن بعد كتديروا الكنافه ديالكم اولا الحشوه ديال الكنافه، من بعد كتغطيو بالشوكولا ترجعوها تبرد في الثلاجه حتى غادي تبرد. بين كتبرد مزيان خليوها تبرد مزيان باش تقدروا تحيدوها. صافي كتحيدوها بسهوله كتحيد. كديروا يدكم لتحت الاول مزيان حتى كتطلعوا الشوكولا ديالكم، عاد كتجبدوها من الفوق باش هكا ما تجبدوش وتهرس معكم. ففي المشتى راه ما تخافوش عليها، الا كانت عندكم المناسبه في المشتى فكتكون الشوكولا كتعاون، ولكن اللي كيكون في الصيف راه شويه كيغلب الحراره كتبقى كذوب الشوكولا. وهذه اللي درتها كبيره البنات. شوفوا اللمعه راه واخا شوكولا ما خدمناهاش ديك الطريقه ديال الخدمه الكبيره، ولكن واخا هكذاك صراحه جات رائعه. صافي هنايا البنات بالنسبه للتغليف انا درتها هنا في بواطه حطيتها قدامي وغنبدا نغلفها. حيدت لها الا كانوا دوك الجوانب خارجين بزاف ديال الشوكولا حيدوها. فخديت هذا اللي يغلفوا به اللي اللون ديالو ذهبي. فانا درت كوموند بالانترنت وجاني الصراحه هذا الغلاف صغير فديبانيت راسي. فخديت واحد الغلاف قسمته على 4، هو اللي بقيت كندير لتحت عاد كنزيد نغلف من الفوق بالغلافه ولا من قطعه اخرى ديال هذا الغلاف الذهبي. فداك الشيء علاش البنات فديبانيت به راسي. ولكن خذوا المقاس اللي يكون كبير باش هكا تخدموا على خاطركم وتجيكم لومبالاج زوين. فواخا هكا البنات راه قضيت به وجاني واعر اللون ديالو الصراحه واللمعه اللي فيه. هذا الغلاف هذا صراحه جا زوين بزاف. وشنو هو الحجم ديالو كما شفتوا جا شويه صغير. فكنجيب الحبه ديالي ديال الشوكولا كندير الوجه ديالها لتحت لانه باش يجيني هو شكل مقاد من الفوق. صافي ولتحت كندير ديك القطعه. فضروري ما تخليوش الشوكولاته تبان لانه من بعد غادي نخدموا بالبيستولا وبالكولا، فضروري نغلفو مزيان لانه من بعد ديك الكولا راه غير يعني صالحه للاكل باش غادي نلصقوا التزيين. فخص ضروري الشوكولا ديالنا تكون مغلفه مزيان وما يبان بها حتى شي حاجه باش هكا تكون صالحه للاكل يعني 100%. فضروري هاد المعلومات البنات وهاد النصائح باش كتجيكم شي حاجه اللي زوينه في كل شيء وتكون نقيه الخدمه ديالها. صافي هنا كما شفتوا فكنغلفها مزيان ما كنخليش نهائيا الشوكولاته كتبان باش من بعد من نخدم بالكولا ما تكونش عندي نهائيا شي مشكل. صافي البنات كنبقى مستمره بهذا الشكل. شوفوا البنات من بعد ما ساليتهم صراحه حتى هكا جاو واعرين صراحه بلا شي تزيين. خرجت ديك اللمعه ديال داك الغلاف الذهبي صراحه جات واعره. هكا تقدميها لشي حد عزيز عليك في اي مناسبه كتقدميها كهديه صراحه كتجي واعره بزاف كهديه رائعه. شي حاجه ديال تحميره الوجه الصراحه. المكونات ديالها كما قلت لكم راه ماشي شي مكونات اللي هما كتار، فثلاثه ديال المكونات اللي فيها كتحضري واحد الشوكولاته يعني فاخره واللي دات واحد الشهره عالميه. صافي هنايا البنات شوفوا النتيجه. فتديك صراحه هذا المول ديال السيليكون اللي فيه هاد الزواقه هذه صراحه واحد المول اللي رائع بزاف بزاف كيعطي واحد طابع فهاد الشوكولا زوين. فشوفوا البنات كيفاش كتجي. فكما شاهدتوا راه ما كتجيش الشوكولا واحد الطبقه اللي غليظه، فكتجي رائعه. ديك الحشوه كتكون اكثر من الشوكولاته كتجي باينه بانك تاخذي من شوكولاته دبي ماشي غير الشوكولا، يعني في هذيك الحشوه اللي معروفه بها شوكولاته دبي. هنايا البنات كما كتشوفوا بالنسبه لهذا التغليف انا اختاريت ندير هذا الشريط اللي كيكون هكا في اللون الوردي على حسب التيمه اللي عندي اللي كما قلت لكم الاسبوع ديال بنتي. فمشيت على التيمه ديال برنسيسه اللي درت يعني تقريبا الالوان
الوردي مع الذهبي مع الابيض. وايضا درت التاج يعني اللي معروفه به البرنسيس حتى هو بالذهبي، داكشي علاش درت فيها التاج ودرت مشيت في هاد الالوان هادو. فانتوما كديروا المناسبه الا كان عرس فكديروا بطبيعه الحال الالوان اللي كتكون ذهبيه بيضاء بيج، يعني كتمشيو على حسب المناسبه اللي عندكم. فشوفوا البنات كيفاش كتخدموا. فالبيستوله البنات خذوها راه كتعاون بزاف في الخدمه، خير من الكولا الصراحه، كتعاون كتسربي. فالبنات الطريقه ديال التغليف راه سهله. كتاخدي الحبه الاول كتكوني قطعتي واحد الشريط من هذاك الوردي اولا باي لون بغيتي، وكتغلفي وكتحطي كديري فيه شويه الكولا كتحطي، من بعد عاود كتعاودي تحطي فوق من داك شويه الكولا الفوق وكتلصقي اللي بقى. بصح دائما كتجري شويه باش كتجيك مقاده على الحبه ديال الشوكولا باش هكا ما تطيحش من بعد، راه تقديها مزيان وصافي. وباش غادي نديروا هذا التزيين هذا كما قلت لكم، هذا التزيين انا عطيتكم جميع المعلومات في هذا الفيديو هذا، الطريقه كامله كتكون راه في الفيديو موضحه يعني 100%. ولكن البنات يعني كما جاتو خليت لكم جميع التفاصيل. وهنايا بالنسبه للتزيين غنوريكم واحد التزيين اللي درت انا. دائما مشيت على البساطه، درت واحد التزيين اللي هو بسيط ويكون انيق ويمشي لي مع التيمه اللي حضرت بها البوفي ديال الاسبوع. فهنا كما تشوفوا شي حبات خليتهم غير بالتاج، ما درت لهم حتى شي حاجه اخرى، وشي حبات اخرين درت لهم تزيين اللي هو هاد الورود هادو اللي كيكونوا بهذا الشكل هذا، كيزينوا بهم الطارطات او اي حاجه بغيتي. فدرت غير شويه شويه كديروا شي اللصاق وكتلصقوا من الفوق هذاك التاج صافي. كيجي بهذا الشكل هذا الصراحه كيجي انيق بزاف بزاف. طريقه سهله، كديروا غير الكولا شويه بعد كتاخذوا غير داك الورد اللي الفوق. انا ما استعملتش يعني حيدت له كاع داك يعني داك الورد اللي الفوق اللي حيدته استعملته صافي. وهنا كديروا نفس الطريقه البنات كتسالي. ودرت شويه في الابيض شويه في الوردي، درت معاه داك التاج غير باش نمشي في نفس التيم كما قلت لكم. وصافي البنات النتيجه راها كما كتشوفوا ساهله، يعني واحد الشوكولاته اللي واعره بزاف بزاف بزاف. كتحطوها في البوفيات ديالكم كتعطي واحد المنظر اللي هو رائع، وكتعطيوها للضيوف ديالكم يعني هكا كيجيو رائعين بزاف بزاف. فاحنا عطيناهم للضيوف فرقناهم لهم كاملين، وصراحه كلشي عجبهم الحال وعجبتهم هاد الشوكولاته الصراحه من حضرناها عجبت الكل الحمد لله والشكر لله. فبالنسبه لنفس الطريقه درتها لذاك الوردي كما درت الابيض. المهم البنات الصوره راه شي خطرات كيخوننا التعبير يعني في الهضره، ولكن راه في الفيديو كيكون فيه كلشي بالتفصيل. البنات الفيديو تقريبا وصلنا للنهايه ديالو. شوفوا البنات الشكل كيفاش كيجي. فانا حطيتها غير هنا لانه كنت مازال غادي نحطها في المجمد. ديروها في بواطه الا كانت المناسبه باقي لها عاد، ديروها في بواطه احتفظوا بها في المجمد، راه ما كيصرى ليها حتى شي حاجه البنات، العكس كتبقى زوينه وما كيوقع لها والو، ما كيتغير لها لا مذاق لا حتى شي حاجه. فالبنات الفيديو راه حطيته لكم من القلب، فكنتمناو ديروا له بزاف ديال اللايكات وبزاف ديال القلوبه بطبيعه الحال. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بارائكم وبتعليقاتكم، وكنتمنى ان شاء الله نتلاقى بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون ايضا فيديو مفيد بزاف. غادي نحط لكم جميع الوصفات تقريبا اللي حضرنا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، فكونوا في الموعد، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خليتكم على خير وبخير، بسلام عليكم، نتلاقى بكم في فيديو جديد، باي باي.